بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور. بنحاول نرد على بعض أسئلة حضراتكم اللي وردت للقناة. لو المحتوى يهمك تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. محمد حمادة بيسأل دلوقتي: أنا جبت سيارة معاقين بالمرافق، الكشف الطبي مكتوب فيه لا يمكنه القيادة بنفسه ويحتاج إلى شخص آخر. لو أنا اتمسكت وأنا اللي سايق العربية في مشكلة، فبنقول ولو إن سعادتك المالك ومذكور اسمك في رخصة العربية، إلا أن في حظر من الجمارك على العربية، وكمان المجالس الطبية قررت إن حضرتك ما تقدرش تسوق بنفسك، وبالتالي ما ينفعش تسوق العربية وإن كنت أنت المالك. تمام؟ ليه؟ لأن المجالس الطبية كتبت لك أو كانت نتيجة الكشف إنك لا يمكنك القيادة بنفسك، وبالتالي عاوز تغير الوضع دهوت لازم ترجع تاني. المجالس الطبية بتعمل تظلم وتعدل القرار من ايه لايه؟ من لا يمكنه القيادة بنفسه الى يمكنه القيادة بنفسه باستخدام تجهيزات طبية حسب نوع الإعاقة اللي عند حضرتك. يبقى الفيصل في الموضوع ده كشف المجالس الطبية. تسوق ما تسوقش ده اللي يقرره الكومسيون الطبي او المجالس الطبية المختصة بالكشف عليه، انما المرور بينفذ اللي بيجيله من المجالس الطبية. طيب، اتمسكت وانا سايق، زي ما قلنا بتطبق عليك ماده 32 من قانون المرور، وهي الغاء الترخيص وما تروحش المرور بعد شهر عشان تعمل اجراءات التجديد من تاني. تمام؟ الاستعلام عن شهاده محو الاميه بياخد وقت قد ايه؟ فبنقول شهاده محو الاميه صادره عن الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، هي السند المقبول لاستخراج رخصه قياده ايا كان نوعها، مهنيه او خاصه. تمام؟ طالما حضرتك مفيش مؤهل دراسي. المرور بيعمل ايه عشان يرخص لك بشهاده محو الاميه؟ لازم الاول بيستعلم عن صحه الشهاده. طب بيستعلم منين؟ من التربيه والتعليم ولا منين؟ المرور بيستعلم عن شهاده محو الاميه من الجهه المصدره اللي هي الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار بالقاهره. طيب، الاستعلام ده بياخد وقت قد ايه؟ بياخد من حوالي شهر لشهرين ونص. تمام؟ حسب بعد مسافتك او قربها من مقر الهيئه بالقاهره. تمام؟ يبقى اطلع رخصه قياده ومعيش مؤهل دراسي، بطلع محو اميه من الهيئه العامه لمحو الاميه وتعليم الكبار، بس المرور بيستعلم عنها الاول للتاكد من صحتها من عدمه. مصطفى عبدين بيسال دلوقتي: انا اشتريت عربيه بتوكيل بيع، في لوحه من اللوحتين وقعت مني، فايه المتبع؟ فبنقول اول حاجه بتعملها بتاخد بيانات للشهر العقاري، وبالتوكيل اللي معاك بتعمل عقد مسجل. معاك العقد المسجل تطلع على اسم الشرطه، بتعمل مذكره فقد اللوحه اللي وقعت، ومن نيابه المرور او البريد بتطلع شهاده مخالفات. معاك الرخصه القديمه، معاك توكيل البيع، معاك العقد المسجل، معاك النمره اللي فاضله مذكره فقد بالنمره الثانيه. بتروح المرور بتاعك لو انت نفس الوحده بتفحص وترخص على طول، وتسلم النمره وتاخد نمره جديده او نمرتين جداد ورخصه تسيير جديده لنهايه المده المسدد عنها الضريبه. الرخصه فاضل فيها سنتين، باخد سنتين بس بالرقم الجديد اللي هصرفه من المرور. طيب، شارب توكيل وعملت العقد المسجل والمخالفات ومذكره الفقد، بس انا مرور تاني في محافظه تانيه غير محافظه الترخيص. في الحاله ديت بتروح المرور القديم اللي فيه ملف العربيه او الموتوسيكل، تسلم شهاده البيان بتاع المخالفات، تسلم صوره من العقد المسجل وصوره من التوكيل. الرخصه طبعا القديمه ساريه لسه ما انتهتش، تسلم اللوحه اللي موجوده ومذكره فقد باللوحه الثانيه اللي وقعت، وتاخد حاجه اسمها شهاده بيانات لنقل القيد للمرور بتاعك. في المرور بتاعك بتفحص وترخص باسمك. طيب، انا دلوقتي عاوز اعمل الاجراءات دي كلها، بس ما تنيش رايح وجاي المرور القديم عشان المطابقه والكلام ده كله. فايه اللي اعمله؟ زي ما بنقول، عملت العقد المسجل، معاك شهاده المخالفات، معاك الرخصه القديمه، بتروح المرور بتاعك ترفع البصمه وتاخد على ظهر ونقل الفحص الازرق مطابقه للمرور القديم. يعني ايه مطابقه؟ يعني المهندس الفني بيطابق البصمات اللي اترفعت في مرورك الحالي الجديد على البصمات اللي موجوده في ملف العربيه القديم. طيب،
اخدت جواب المطابقه ورحت المرور الجديد، هعمل هناك ايه؟ زي ما قلنا هتسلم صوره من العقد المسجل، وهتسلم مذكره فهد النمره اللي وقعت، وصوره من التوكيل، والنمره اللي موجوده دلوقتي، وتطلب من الموظف وانت بتعمل المطابقه انه يعمل لك شهاده بيانات لنقل القيد. بياخد منك الحاجات اللي قلنا عليها ديت، ويكتب لك في شهاده بيانات نقل القيد ايه؟ لا يطالب بشهاده المخالفات او براءه الذمه، لا يطالب باللوحات المعدنيه لانك هتسلم اللوحه اللي موجوده، واللوحه الثانيه بمذكره الفقد، ويطالب برخصه تسيير لان رخصه ساريه فيها لسه سنتين، ويطالب باوراق نقل الملكيه او سندات نقل الملكيه، لا العقد المسجل والتوكيل اللي معاك. خلصت بيانات نقل القيد، المهندس الفني طابع لك البصمات، بترجع المرور بتاعك بشهاده بيانات نقل القيد ورخصه تسيير والعقد المسجل والتوكيل، وتكمل اجراءات الفحص عشان تاخد الصلاحيه الفنيه وتاخد رخصه ونمرتين من المرور بتاعك. ليه بقى بدفع ضريبه جديده؟ لا، بتدفع ثمن الرخصه واللوحات المعدنيه فقط، لان انت جايب رخصه ساريه فيها سنتين لسه. معايا رخصه قياده مهنيه عاوز احولها لرخصه خاصه، فايه المتبع؟ فبنقول رخصه القياده المهنيه مدتها 3 سنين، رخصه القياده الخاصه مدتها 10 سنين من تاريخ الاستخراج. طبعا انا معايا مهنيه درجه ثالثه وعاوز اطلع مكانها خاصه، فامتحن تاني. مفيش امتحان تاني لما تيجي تطلع رخصه خاصه وانت معاك رخصه مهنيه. كل اللي بتعمله بتسلم الرخصه المهنيه وشهاده المخالفات وتعمل كشف طبي وتنزل لرخصه خاصه. طيب بسلمه بقى في ملف التأمينات ولا لا؟ لازم تقفل ملف التأمينات، بتاخد شهاده بيانات من المرور موجهه للتأمينات الاجتماعيه ان حضرتك استغنيت عن الرخصه المهنيه، عشان يقفل ملف الرخصه في التأمينات ما تقعدش تعد عليك بدون داعي. قفلت الملف في التأمينات، تمام، سلمت الرخصة المهنية وشهادة المخالفات، بامتحن تاني. قلنا زي ما قلنا مفيش امتحان تاني، كل اللي فيها بتعمل كشف طبي للوقوف على حالتك الصحية لاستخراج رخصة خاصة من عدم. بس ممكن المرور لو المهنة في بطاقة سواق بيديلك تسريع بشهر عشان تغير المهنة أي مهنة تانية غير سواق طالما حضرتك استغنيت عن الرخصة المهنية. طيب العكس بقى ينفع؟ يعني ايه؟ يعني لو معايا رخصه خاصه ممكن اسلمها واخد رخصه مهنيه على طول؟ طبعا مفيش الكلام ده، لان الرخصه المهنيه اعلى من الرخصه الخاصه، وبالتالي اما اجي اسلم الخاصه واخد مهنيه بامتحن تاني من اول وجديد للرخصه المهنيه. تمام؟ امتحنت الرخصه المهنيه، عملت الكوميسيون، عملت الفيش، بتشترك في النقابه والتامينات. الكلام ده كله بعد ما تمتحن وتنجح، وبتسلم الرخصة الخاصة وشهادة المخالفات وتاخد مكانها رخصة مهنية بعد النجاح في اختبار القيادة والاشتراك في التأمينات الاجتماعية. طيب الرخصة المهنية بتزيد عن الرخصة الخاصة في ايه؟ الرخصة المهنية بتحتاج شهادة جيش، الرخصة الخاصة ما بتحتاجش شهادة جيش. الرخصة المهنية بتحتاج كشف الطبي في الكونسول الطبي العام في المحافظة بتاعتك، الرخصة الخاصة الكشف الطبي بتاعها بيكون في المرور تبع شركة أمان. الرخصة المهنية لها تأمينات اجتماعية بتستفيد بيها بعد كده لما توصل لسن المعاش. الرخصة الخاصة ما بتحتاجش تأمينات ولا إشراك في نقابة عمالية. زي ما قلنا الرخصة المهنية بتمتحن إشارات وكمبيوتر وإشارات وامتحان في القيادة، وأسئلة الكمبيوتر أو الحاسب الآلي بتبقى فيها أسئلة خاصة بجغرافية المكان اللي أنت فيه. طبعا انت هتشتغل سواق لازم تكون عارف كل حته تروح فيها او بتشتغل فيها. الرخصه المهنيه مدتها 3 سنوات فقط، الرخصه الخاصه مدتها 10 سنوات من تاريخ الاستخراج. حاولنا في الفيديو ده نرد على بعض اسئله حضراتكم اللي وردت للقناه. لو محتاج معلومه في تراخيص المرور تابعني، ولا تنسى الاشتراك بالقناه واكيد هتستفيد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.